إدارة ريال مدريد تصدم كارلو أنشيلوتي بسبب تهميشه لإبراهيم دياز. يواصل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تهميش الدولي المغربي إبراهيم دياز، حيث لا يمنحه الوقت الكافي لإبراز مهاراته مع ريال مدريد، رغم أنه يظهر إمكانيات كبيرة في كل فرصة يحصل عليها. وفي هذا السياق، كشفت إدارة ريال مدريد عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر فبراير، وضمت القائمة النجم المغربي إبراهيم دياز الذي تألق بشكل لافت رغم قلة دقائق لعبه. وسيتنافس دياز على الجائزة مع نخبة من نجوم الفريق، وهم فينيسيوس جونيور، رودريغو، جود بيلينغهام، ولوكا مودريتش، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الشهر الماضي. شهد دياز تألقا كبيرا، حيث سجل هدفا حاسما في مرمى مانشستر سيتي خلال إياب الملحق المؤهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى هدف آخر في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس. حتى الآن سجل دياز 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة مع ريال مدريد هذا الموسم، ما يعزز مكانته كأحد أهم المواهب في الفريق.